صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. فيديو معاكم حبايبي النهارده جديد ان شاء الله يكون كده سهل وبسيط. حاجه كلنا كنا بنستغلها الاول ونقول دي حاجه رخيصه في السوق، دلوقتي بقت يعني سعرها معقول. جمبري الغلابه هنقليه، نعمله صينيه، نخلله اللي انتوا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده شكله يتاكل ني كده، والله العظيم واحده بوحدتها ونضيفه. تروحي عند الراجل تشتريها، واحنا مع بعض سوا هنعملها النهارده بطريقه تعجبك، مقرمشه في القلي وطعمها روعه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. وانتوا شايفين كده انا غسلتها ومصفيوها. هنعمل التتبيله سوا مع بعض، هقول لكم ايه هي، وهنقليه ونوريكم الشكل النهائي ليه ان شاء الله. انا بوريكم كده دلوقتي الشكل بتاعه، هرجع لكم بقى واحنا بنتبله مع بعض ونقول لكم ازاي القلي والقرمشه بتاعته. بيبي نكمل بقى بالسريه اللي كلها فوسفور، اصغر سمكه في السوق، كلها فوائد وفيتامينات وفوسفور، تعملي منها كل حاجه وطعم لا يعلى عليه. دلوقتي بقى معايا الدقه حبايبي، زي ما انتوا شايفين الدقه دي انا بعملها في برطمان وبسيبها في التلاجة، بتقعد معايا لتخليل بتنجان، لسلطه، لتخليل سمك، زي ما انتوا شايفين كده اللي انا هعمل بيها دلوقتي. معموله من توم وفلفل حامي او رومي او احمر عادي وكمون وملح وشويه شطه وليمون. دلوقتي بقى نحط الدقه، ننزل كده نقول بسم الله وننزل كده عليها، نقلب. طبعا بصوا السمكه الواحده بوحدتها لازم تجيبيها كده جامده، وتجيبيها كده ايه نضيفه كده ماسكه نفسها. قلبنا الدقه كده فيها كلها عشان تاخد الحدق منها. هناخد واحده دي بقى سر القرمشه عشان تخلي معاكي السمك مقرمش. ينزل واحده في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. معايا طبق فيه ميه، هروح نازله بيه في الميه واروح نازله بيها في الطاسه بالزيت. هكمل على كده وهقليها واوريكم الشكل النهائي ليها. رجعت لكم تاني حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده البساريه المقرمشه الجميله اللي انا وريتكم طريقتها وسر قرمشتها، اللي هي كلها فوسفور واصغر سمكه في السوق، كلها فوائد وبروتينات. اتمنى الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل عليكم، اتمنى ان يعجبكم ويعجبكم كل وصفاتي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش حبايبي الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.